بإذن الله ما يخيب الرجاء في الإنتاج. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. بعد مجهود سنين بفضل من الله ومنه، الطلي هذا ترى ولا واحد من إخوانه أنجرت عليه السكين، كلهم بيعوا مشاريع فحول، ويا رب لك الحمد. راحت عند الرجاجيل وأنتجت ويبشرون بإنتاجاتها، بل في منهم من هو رجع وكان مثلا مستكثر مبلغ 6 5 7 دفعها على الطلي، ولما رجع يقول حط الرقم اللي أنت تبي. أنا جربت واستفدت وشفت في الإنتاج عندي وتطور عندي الحلال أفضل. والآن فهمت أنه لما قلت لي أنه ادفع في الفحل وحط ولا تستخسر فيه لأنه بيفيدك قدامه، بتلقى خير. يقول أنا شفت الخير وشفت الموضوع هذا، وأصبح الموضوع عندي ما هو مبلغ يدفع قدر ما الفائدة اللي ترجع عليك. فبفضل من الله ومنا زي ما قلت لكم ولا واحد من إخوانه. وطبعا هذا الشيء مو أنا اللي أفرضه على الناس، السلعة الطيبة هي اللي تفرض نفسها. أنا ما جبت الناس ومسكتهم بيديهم وجبرتهم على الطليان اللي أعرضها، ولا هو بكلامي إنك الفحل يطلع فحول، لكن الأمهات يا رب لك الحمد متأكدين من أساسها ومن عروقها، ومتأكدين من أساس الأشياء اللي عندنا، وأغلبها إنتاج ومرصصة في العروق. فلما فكينا الفحل ودفعنا في الفحل وشريناه فكناه طلع إنتاجات الناس قيمتها ورضت إنها تدفع عليها فلوس. في بعض الناس الله يهدينا وياه وش ما أنتج فحله وطلع وقال هذا فحل. لكن يا رب لك الحمد، الله ما خيب التعب ولا الرجاء ولا الشغل. فلما طلعنا الطليان يعني أقلها بيع من مبلغ وقدره، أقلها في نظرنا أنه، لكن في نظر غيرنا كان إنه مبدع. ويا رب لك الحمد لما راح أعطى على أساسه ما خيب الرجاء، وكلنا ثقة في الطليان اللي تطلع لأننا واثقين يا رب لك الحمد من أساسات الحوش عندنا ومن شغلنا. فكل طلي أبدع في كل حوش وأعطى دم جديد وأشكال جديدة، وما أرتبط بدم مكثف عليه مكرر، لأن سياستنا تغيير الدماء والتطوير والتعديل. فهذا دائما الموضوع أكرر، لأنه لما يكون عندك الحوش أساس وطيب وعمق عندك طيب ما تخاف أنت من أي شيء يطلع عندك، حتى لو طلع بمواصفات ما هي قوية، كل ما كبر كل ما تطور ورجع لأصوله وما خيب الرجاء والتعب فيه بعد توفيق الله في كل شيء. هذا الكلام اللي يعني أنا قد ما أني واثق أن هالعامل قدامي أنا واثق فيها الشاة وفيها عرقها، ونفس الشيء على أخوها، لأني أنا عارف أصوله جداته وأجداده ومؤسسة صح، وما راح تركب الأم على الأب إلا كنت أنتظر النتيجة. ويا رب لك الحمد بفضل من الله ومنا نشوف النتيجة هذه. أنا ما همني المشاهد أعجبه خش مزاجه شوفها زين، أنا عندي شغل، أنا رحت أشتغل على تراكيب ودورت حاجة طلعتها من عندي، دفعت ركبت شات على طلي وطلعت أشياء أنا استفيد منها. بكرة لو عطاني 20 رخل بس فيها الميزات هذه ثابتة وركبتها على فحل ثاني واجتمع الصفتين كل ما كان الإنتاج عندي أقوى. ودائما نقولكم ناخذها بالأرقام، الشات كم تقيمها؟ 8 7 من 10. الفحل ما راح تفحل اللي يكون عنده تقييمك 10 من 10 أنت تشوفه، ف10 على 8 بيعطيني 18. ولو أجتمع الطلي 10 مع شات 10 هيعطوني 20، وممكن يعطونك 30، يعطونك صفات أفضل. فلازم نفهم المنظومة هذه علميا وكيف الأمور تمشي عشان تتقدم في شغلك. ما راح تنظر الأشياء هذه بتكون في تخبط ولخبطة. والله يباركنا يبارك لكم. باش إن شاء الله بنتكلمك على موضوع النسف وكيف الطريقة اللي إننا نتعامل فيها. طبعا هذا تحت التدريب بطريقتنا اللي بنشرحها الآن.